سلام الله عليكم، كيف حالكم يا أساطير؟ مرحبا بكم في قناة أنمي ريو، حيث نعتبر كل مشاهد ومشتركا جزءا من عائلتنا الصغيرة. نقدم لكم ملخصات أنمي بطريقة ممتعة ومشوقة، ولهذا نحتاج لدعمكم للاستمرار. وهيا لنبدأ الحكاية. تخيل يا صديقي أن تكون طالبة ثانوية عادي، لا تملك أي شيء، وفجأة بينما كنت تمشي في أروقة المدرسة أحد الأيام تنتقل بالصدفة إلى عالم موازن، أنت وجميع طلاب صفك 36، لكن داخل هذا العالم تتحطم فيه قوانين الفيزياء، وتكون فيه القوة الخارقة شيئا عاديا. هذه هي قصتنا، والتي تجمع في طياتها الفلسفة والخيال والغموض، وتأخذنا في رحلة تفوق حدود المنطق والواقع. تبدأ الحكاية بظهور فتى مستلق على الأرض يسمى ناكارو، وهو بطل قصتنا. نراه يتصفح هاتفه، أثناء ذلك تطل عليه فتاة لتأخذ ريشة من على وجهه وتخبره أنها كانت ملتصقة به. يشكرها ناكارو على ذلك، بعدها تسألها للاستلقاء على الأرض اليوم كله ممتع؟ يجيبها بنعم أظن ذلك. فجاء يسمعني صوت شيء ما يكسر، زجاج نافذة. لنرى بعدها مجموعة من الطلاب يلعبون الكرة، ليصيح أحدهم بصوت عال: هذه كانت الأخيرة، لقد نفذت جميع الكرات تطل عليهم الفتاة. لنعرف أن اسمها هو نوزومي. تقول لناكارو الذي هو البطل أنهم أصحاب القدرات الخارقة مرة أخرى، يثيرون الضجة. يجيب أنه لو كانت لديه قوة خارقة مثلهم لم يكن ليستلقي على الأرض. ترد عليه: الشيء الذي أجهله، لما حدث كل هذا؟ لماذا اختفى جميع من في هذه المدرسة؟ فقد صفنا الذي يضم 36 طالبا هو الذي علق هنا. إنها مشكلة كبيرة، وأيضا لقد خرب كل هذا خططي للعطلة الصيفية. تسأل: هل هذه حقا المدرسة أم نحن في بعد آخر؟ ننتقل بعدها للمشهد التالي، نرى شكل المدرسة من الخارج، وكان كل ما يحيط بها هو السواد فقط. يقول لها ناكارو إنه حتى هو لا يعرف. بعد لحظات يخبرها أنه سيذهب للحمام. داخل الحمام نرى بعض الأشخاص الجدد. يسمع هذا الاثنان أصوات تكسير في كل مكان. الشخص الأول يدعى كابو، والثاني هوشي. يستاء كابو كثيرا من أفعال أصحاب القدرات، ليقول لهوشي: هؤلاء الأشخاص لا يحترمون قواعد المدرسة أبدا. يخبره بعد أنه بصفته مراقبين للطلاب، إذا رجعوا للوضع العادي فستقع الملامة عليهم، لذا يجب التعامل بسرعة مع هؤلاء. يجيبه هوشي: الأمر بسيط جدا، بما أن كل واحد يمتلك قدرات خارقة علينا أن نضع قوانين جديدة فقط لهذا العالم. يجيب كابو: كيف ذلك؟ وهل سيلتزم بها الجميع؟ أثناء ذلك كان البطل يسترق السمع من دورة المياه القريبة، ثم يرد هوشي: من يرتكب الأخطاء سيعاقب. بعد مدة نرى البطل ونوزومي على سطح المدرسة. تقول الفتاة بأنها ملت كثيرا من هذا. يرد عليها نوزومي: إذا كنت كذلك أنشئي صداقات مع الآخرين. تجيبه بأنها ربما أنت على حق. بعد تقول لها: أنا أتمنى أيضا أن أحصل على قوة خارقة مثلهم، يمكنني استخدامها كيفما أريد. يجيبها البطل: أنا في الحقيقة لست مهتما بذلك. تخبره نوزومي وهي تنظر لعلى: ربما ليست المدينة هي من اختفت، بل نحن. يبدو هذا حقيقيا وليس حلما. يجيبها البطل أن ما حدث حدث، لتقفز بعدها وتشير نحو الأعلى وتقول له: ذلك الضوء الأبيض، هل تراه؟ يبعد البطل النظر لكنه لم يرى أي شيء. يخبرها بذلك، تتعجب نوزومي من ذلك. بعد هذا يرن هاتف البطل. بعد مدة نرى شخصية جديدة تدعى ميزوهو، ومئات الصناديق المشترية حولها. تمسك بعدها بمجلة وتبتسم. يرن بعدها هاتفها، وليست هي فقط بل جميع الطلاب الآخرين، ليروا إشعار دعوة انضمام إلى مجموعة. ينضم لها الجميع. تاليا نرى كابو وهوشي يبعثون رسائل فيها، وكانت كالتالي: لسنا قادرين على التواصل مع الخارج في الوقت الحالي، ولا بد أن أهالينا وعائلاتنا قلقون جدا علينا. من المحتمل أن تعتبر حادثة كبيرة، ولربما أيضا أن تذاع في الأخبار. أثناء إرسال الرسائل نرى كابو وهوشي مع فتاة جديدة سنتعرف عليها لاحقا. ويكمل أن المدرسة معزولة حاليا في ظلمة غامضة، ليقول بعدها بحزن أننا لمنجرفون. وفوق ذلك ثم قوة خارقة وظواهر غير طبيعية، وتتعرض المدرسة للضرر حاليا بالفعل بسبب هذه القوة وبسبب الأفعال الطائشة لبعض الأشخاص. لذا لدينا واجب، وبصفتنا تلاميذا لهذه المدرسة، وخصوصا أنها سنتنا الأخيرة، لدي مقترح لكم جميعا يضمن أداء مسؤوليات الجميع. وللإطاحة بكل هذا
علينا اختيار قائد بيننا نحن 36 طالبا لنقرر قوانين هذا العالم. بعد مدة تم اختيار القائد وهو كابو. يبارك له هوشي، يلتف نحو رئيس مجلس الطلاب السابق ويقول لها: يا ماتشي، ألا يجب أن تكوني أنت القائدة؟ تجيب أنه لا مشكلة، لأنه في الحقيقة يستحق هذا المنصب. يؤكد هوشي على ذلك أيضا. بعد مدة نرى نوزومي تتحدث مع البطل وتسأله: هل تتذكر وقوع أي حادثة غريبة في المدرسة؟ يستغرب البطل من ذلك. تخبر أنه في فناء المدرسة السنة الماضية عثر في الخزائن على 3 مليارات ين. أثناء ذلك يدخل أحد الأشخاص يخبر البطل عن ماذا يفعل، بحيث أنه هو من لديه التنظيف في هذه الليلة. يستغرب البطل ويقول بعدها: الطالب، ألم ترى مجموعة المحادثة؟ يجيبه: ظننت أن الأمر غير مهم. يشرح له بعدها أنه تم وضع قوانين جديدة، وأن كل فرد لديه مهام للقيام بها، وأن القائد هو المسؤول. يستغرب البطل نغارو ونوزومي من كل ذلك. بعدها ينادي أصحاب الطالب عليه ليودع البطل ويخبره أن عليه قراءة الرسائل بعناية. وبعد ذلك نرى شخصية جديدة تسمى أساكازي يضرب السبورة ويغضب على ماتي وكابو، وهو يقول: لما لا يمكن استخدام قوتي؟ لتقول له ماتشي: هذا ما اتفق عليه الجميع. يجيبها أساكازي: بل أنتم من حرضتموهم على ذلك. بعد ذلك يخبره كابو أن يكف عن هذا، ليرد عليه أساكازي بسخرية: أيعقل بسبب أنك غير لعدم امتلاك قوة خارقة؟ تضحك الفتاة. يستغرب أساكازي من ذلك، لتقول له: ها، مثير للاهتمام، لا يبدو أنك سعيد بقوتك. هل أنك كنت في السابق مجرد أضحوكة وشخص فاشل؟ يجمع الآخر قبضته، وفجأة بدأ المكان يتلوى لينفجر زجاج النافذة في القريب. يوقف كابو عن ذلك ويقول له: لقد حطمت الزجاج للتو. يجيبها ساكازي: وماذا إذن؟ ليكمل تحطيم الآخرين. يقول له بعدها: سأحطم ما أريد. يقف كابو بعدها وتشير نحوه ويقول بصوت عال: عقوبة، لتطبع علامة إكس على وجهه. بعد مدة نرى ساكازي يكتب الكثير من المعادلات. بينما يقول: كلا كلا، يضع هوشي يده على كابو ويقول له: كما قلت لك سابقا، إن كلمتك مطلقة. يجيبه كابو بتوتر: نعم. بعد لحظات نرى طالبين يوزعان الطعام يتحدثان بينهما حول ما حدث لأساكازو. لتقول له الأخرى: نعم، حل مئات من المعادلات. ينظر لها البطل ويقول: حزرا، أنا أريد طعاما كافيا لشخصين. تجيبه الفتاة: هذه كفاية لشخصين. بعدها نرى نوزومي بينما كانت تتأمل أحد الألعاب ليدخل عليها السلاسل. يقول لها كابو: وأخيرا وجدتك. يعطيها بعدها هاتفا ويقول لها: سمعت أنك لا تملكين هاتفا، لذا سأعطيك هذا، وأول شيء أريده منك هو الانضمام لمجموعة المحادثة. ترفض نوزومي عرضه. يقف كابو بوجه شاحب لتتدخل بعدها ماتشي أيضا وهوشي ويقولون لها أننا ضحايا، لذا تقبلي هذا. يضحك هوشي. بعدها تأخذ نوزومي الهاتف وترفع يدها وتسقطه على الأرض لينكسر لتودعهم. بعدها تقول ماتشي لكابو: هل ستتركها تذهب هكذا؟ يقول لها بعدها كابو: توقفي عندك. ليشير بيديه نحوها ويقول: عقوبة. بعد مدة نرى نوزومي ونفس علامة العقوبة عليها. أثناء جلوس البطل معها يتدخل أساكازي ويسأل البطل: هل إن نوزومي عوقبت أيضا وكان معه شخصين آخرين؟ الفتاة ذات الشعر الأصفر تدعى شانجي هو والأخرى كويو، وليوضح أنهم عبارة عن متمردين. يقول له البطل: هذه هي القوانين. يقول له أساكازي: ربما أنك مؤدب لتفكر هكذا. بعد مدة نرى أحد الشخصيات المهمة والجديدة نراه يرسم دائرة في يده ليدخلها نحو ذلك الفراغ. يخرج يده بعدها ليرى أن العلامة اختفت. يقول بعدها: هل نحن كائنات جامدة؟ إذن لن تشفى ذراع تلك الفتاة ولن نكبر في العمر أيضا. بعدها يقول وهو يأكل: لكن من ناحية أخرى نحن نشعر بالجوع والنوم. نراه بعد لحظات في مكتبة وهو يقول: أنا لا أفهم، هذا في منتهى الغرابة. ويقول بعدها: ربما نحن منجرفون إلى هنا حقا. أسس هذا العالم مختلفة عن العالم الحقيقي. لتنتقل بنا الأحداث بعدها والبطل عند أحد الأساتذة وهو يتأسف للأستاذ على غيابه. بعد مدة نرى البطل يدخل للسطح ليجد أوراقا تطير عليه. يلتف للوراء ليرى نوزومي تتعرف الاثنان على بعضهما. بعد ذلك يقول لها البطل: سأغادر. لتخبره إلى أين. يجيبها أن لديه ما يفعله. ترد عليه قائلة: هناك دوما أشخاص يدعون الانشغال، لكنهم يؤول بهم الأمر من دون مكان ليقصدوه. يقف البطل بعدها. تنزل عنده نوزومي. بعد لحظات ينطلق البطل
ليفتح الباب لكنه يجده مغلقا. تخبره نوزومي: هل تهرب مني؟ بعدها تضرب صاعقة كبيرة في السماء فوقهم. بعد مدة نرى هوشي يسأل ماتشي عن ماذا تفعل. يجيب بأن لديها امتحانات حين تعود. يجيبها باستغراب: نعود؟ فجأة بدأت تسمع أصواتا مرعبة في المكان. من الخارج كانت المدرسة في فوضى. بعدها نرى ساكازي يمشي بعد لحظات يتوقف ويقول لهوشي وماتشي: نحن سنستولي على المدرسة. يتدخل الاثنان الآخران بينما كان جميع الطلاب يعيشون في رعب. بعد ثوان تنتقل مجموعة الرئاسة لتقول لهم ماتشي ليتم من حصل قوة خارقة فحسب. ننتقل إلى عند البطل. نرى نوزومي تقف يسألها البطل عن ماذا تفعل. تجيب: أنها ستخرج من هذا العالم. يقول لها: تمهلي. يقف أساكازي ورفاقها أمام كابو ليقول لهم: هل أنتم متأكدون مما تفعلون؟ يتوتر الاثنان الآخرون ليقول لهم عقوبة ليعاقب الاثنان. يقول له أساكازي: كنت دائما هكذا منذ الثانوية. ثم يبدأ بالسخرية منه ليقول له: أنت شخص لا يطيق أن يكون من غير منصب. يقول بعدها: اخرس، ليرفع يديه ويقول عقوبة، لكن أساكازي لم يصب بأي شيء. هذه المرة يعيد كابو ما قاله لكن نفس الشيء يحدث. يسخر منها أساكازي ويقول له: هذه ليست قوته بل إنها قوة هذا العالم. يرد عليه كابو: لن أسمح لأي أحد بألا يطيعني. يقول هوشي بعدها: هكذا إذن. ينطلق كابو ويضرب أساكازي على رأسه ليسقط الآخر مرميا على الأرض. يصاب الجميع بالذعر. بعد هذا يقول له أساكازي: ألا بأس بأن تخرق أنت قواعد المدرسة؟ يجيبه كابو: نعم، هذا بسبب أنني القائد. يقول هوشي بعدها: كلا أبدا. يستغرب كابو من ذلك ويكمل الآخر: لا توجد استثناءات. ليرفع هوشي يده ويقول عقوبة. ينزل الآخر ملابسه ليصير مثل القردة. نرى بعدها نوزومي مع البطل تقول له: نعم، هذا هو المكان، إنني أراه بوضوح. تنزل ريشة من السماء لتقول: ربما كان طائر هنا. تفلت يد البطل ثم تبدأ بالإحماء ثم تبدأ بالجري. ينظر إليها الجميع لتقفز بعدها نحو المجهول، لكن البطل يمسك يدها في آخر لحظة لكن الجسر انكسر. ثم ينزلان إلى الأسفل. يتغير المكان وينزلان في البحر. ينظر إليهما بعدها هوشي ليقف أخيرا أمام منظر باهر: جزيرة كبيرة. وبعد مرور بعض من الوقت وفي مشهد غريب نرى البطل ناغارا يراقب ميزوهو وهي تشاهد شجرة تحترق من بعيد. وينتقل بنا المشهد مجددا لناغارا وهو مستلق على الأرض كعادته لتفاجئه نوزومي وهي ترمي عليه سلطعونا صغيرا بينما تضحك. يسألها إن كانت بخير في يدها فتجيبه بابتسامة أن الأمر مجرد عضة بسيطة. بعد مدة يعود أساكازي إلى المجموعة مستخدما قوته ويرحب به الجميع ويسأله هيروكي: إلى أي مدى وصلت؟ يرد أساكازي: ذهبت إلى أبعد مكان ممكن لكن لم أجد شيئا. يصمت الجميع. يسأله هيروكي: هل أنت متأكدة؟ ثم يؤكد لهم مرة أخرى أن البحر لا نهاية له. تعلق ميزوه: إذن هذا العالم مختلف بالطبع. ويوافقها هيروكا الرأي. ننتقل بعدها إلى مشهد آخر حيث تظهر قلعة زرقاء ضخمة. نرى إحدى الطالبات تسأل عن ميزوه. تنسى أمر مناداتها لنراها تجمع أغراضا كثيرة خاصة بميزوه بينما كانت الأخيرة تراقبها من الأعلى بنظرات باردة. بعد مدة في اجتماع الطلبة يوضح هيروكو للجميع: لقد مضى شهر كامل منذ بدأنا بإرسال نداءات استغاثة لكن لم يحدث أي شيء. فقاطعته الرئيسة سابقة لمجلس الطلاب قائلة: ورغم أننا متصلون بالإنترنت لكن لا ردود. تضيف إحدى الفتيات: لا يزال هناك احتمال أن يأتي أحد لإنقاذنا، أليس كذلك؟ فيرد هيروكو: قد يكون ذلك ممكنا لكن ربما هذا العالم نفسه يحمل مفاتيح عودتنا. يشرح هيروكو للجميع أن بعض الأماكن في المدرسة بدأت في التشوه وصارت تتحول إلى فضاءات وهمية. يضيف أنه أيضا إذا انكسر شيء في الجزيرة يظل مكسورا للأبد، أما في المدرسة فإنه يعود لطبيعته بعد مدة قصيرة. وهذا يعني أن الماء والكهرباء لا ينقطعان أبدا وحتى المواد الغذائية تعود كما لو كان في الحالة ثبات وجمود. الأمر ينطبق أيضا على أجسادنا، حتى لو تزينا نعود كما كنا. ثم يضيف: هذا الاختلاف بين المدرسة والجزيرة ينطبق أيضا على بقية العوالم التي اكتشفناها. في تلك اللحظة يظهر هوشي ويؤكد: إذن علينا البحث عن السبب الذي أوصلنا إلى هنا. فيرد هيروكو بابتسامة: بالضبط. بعد ذلك نشاهد إحدى الفتيات التي استرقت من أغراض ميزوه وهي تضع طلاء الشفاه لكن فجأة يحترق بين يديها. بعد ذلك يندلع حريق. يصرخ أحد الطلاب ويقول: مستحيل، هذا يحدث مجددا. يحاول كابو جلب الماء لكن طالبة أخرى تستخدم قدرتها لتطفئ بها النيران. وعندما يعود كابو يدرك ما حدث. يقول هوشي: نحن لا نزال لا نعرف شيئا حول هذه الجزيرة، لذا يجب أن نتوخى الحذر مستقبلا. بعد مدة نرى بوني تشكر هوشي ليخبرها أنه لا مشكلة
لنعرف أنها مسابقة رئاسة مجلس الطلبة. بعد مدة نرى ميزوهو تستلقي على الأرض، تسمع صوت أحد يرن عليها لنعرف أن البطل تقول له ماذا؟ ليرد عليها قائلا رئيسة مجلس الطلبة تسألك متى ستجهزين اللوازم اليومية التي طلبتها؟ تجيبه تستغرق بعضا من الوقت، يكملها ويتمتم لها ويقول سابقا في الغابة. ترد عليه وتقول ماذا؟ يجيبها البطل بأنه لا شيء. بعد مدة نرى الجميع يلعبون في البحر، بينما البطل وصديقه ينظران إليهم. لتحترق فجأة أحد الأغراض مرة أخرى، ليخبر البطل صديقه المدعو وهايته أنه ربما ميزوهو تعرف شيئا. يلاحظان بعدها منزلا يحترق من بعيد. بعد مدة نرى هيروكو ويأخذ لعبة من كومة تراب وكانت لم تحترق. تتدخل الفتاة وتقول لهم ربما لميزوهو علاقة لأنه فقط أدواته هي التي تحترق. فتذكر هايتو شيئا ما قاله نغرا ليلتفت له ويقول ألم تقل لي أحد المرات أنك رأيت ميزوهو تحرق شجرة في الغابة؟ حاول البطل أن يقول له أن الأمر ليس كذلك لكنه فشل. قالت الفتاة إذا اتضح الأمر يقول لهم هيروكو علينا التيقن أولا. بعد مدة نرى بوني تتصفح هاتفها بينما ترى منشورا تسيء لها. فجأة يضع هوشي يده عليها ليسلمها أحد الأوراق، يخبرها تاليا إنها معلومات مرسل الرسائل على مجموعة النقاش. تقول له كيف حصلت عليها؟ يجيبها لا تهتمي. يقول لها تحققت منها وها هي طالبة من فصلنا. لنعرف أنه يقصد كويوما ميزوهو. بعد لحظات نراها في ماضيها. يقول لها أحد الأشخاص ما الأمر؟ ما هذا الخوف؟ لكنها تقول له لا يعجبني هذا الأمر. يجيبها لمن الجيد أنك لا تزالين طفلة. لنرى في يده خاتما يشبه الذي عندها الذي رأيناه قبل مدة. بعد مرور بعض الوقت هي كانت تمشي في المدرسة ليوقفها هوشي وبوني. بعد لحظات تسأل بوني ميزوهو وتقول لها ألست أنت التي كنت تنشرين علي في الإنترنت بشكل مسيء؟ تنكر ميزوهو ذلك لتخرج بوني الورقة وتقول لها ها هو الدليل. تجيبها ميزوهو كما هو متوقع منكم. تقول لها بعدها بوني تراجع عن كلامك. تجيبها قائلة ميزوهو لما؟ إنها في الحقيقة تغضب عليها. بوني بشدة يتدخل هوشي ويقول لميزوهو ألن يغضب المعلم إن عرف أنك كنت تسيئين لأحد زميلاتك بالصف؟ تجيبه الأخيرة قائلة لا علاقة للمعلم بهذا. ليرد عليها حتى لو قلت هذا إلى أن المعلم مسؤول قانونيا بينما يظهر وجها خاليا من المشاعر. تمسكت ميزوهو بينما يكملان استفزازها. في آخر المطاف تغضب عليهم وتقول أنا لم أخطئ في أي شيء. بعد مدة نرى مجموعة من الأدوات والألعاب مرمية ليتحدث الجميع بينهم ويقول أن تلك النار الزرقاء كانت من فعل ميزوهو. تجيبهم تلك الفتاة الغبية بنعم. بعد مدة نرى البطل في المدرسة مستلق على الأرض كما العادة ليسقط أحد الطيور في الزقاق ويموت. يشغل البطل الأضواء. تخبره نوزومي الأمر يعيد نفسه في المرة السابقة. لقد تركت طائرا يموت. يقف البطل متحسرا أمام كلاهما. لنفهم ذلك نعود إلى الماضي بينما كان البطل يمشي ليدخل المدرسة. يجد طائرا مرميا في الأرض لكنه لا يعيره أي اهتمام بينما كانت نظرات نوزومي موجهة إليه. نعود للحاضر. يخبرها البطل ذلك بسبب أنني كنت في عجلة من أمري في ذلك الوقت وأيضا أنا لا أعرف ماذا كنت سأفعل. أنا تركته لأنني متحجر القلب. أهذا ما تريدين سماعه؟ تجيبه أنت تكذب. يقول البطل ما أدراك؟ تجيبه نوزومي أي تعلق الأمر بخصوص ذلك اليوم لكنه لا يرد عليها. بعد مدة نرى ميزوهو بحالة مزرية لنسمع أصوات الطلاب وهم ينادونها من قلعتها. يقولون لها لدينا سؤال لك، هل أنت الجانية في موضوع النيران؟ لتقول لهم هذا هراء. يجيب هوشي لمصلحتك لا نريد أن نعيد المأساة التي حدثت مع القائد. تخبره بغضب لا تجمعني معها. تدفع هوشي وتقول لهم سئمت من خداعكم أيها الأوغاد. يقول لها هوشي لما لا تستوعبين الأمر؟ نحن فقط نريد أن نحميك. بعد مدة نرى نوزومي عند هيروكي ويقول أتيت في وقتك المناسب. تسأله عن أحد الألعاب. يخبر أنه صنعها بنفسه وأنها الوحيدة الذي لم يحترق. يقول لها ربما لأنه بودل في مقايضة عادلة بيني أنا وميزوهي بينما بقية الأغراض الأخرى التي حصلت عليها احترقت. تجيبه نوزومي لها من قصة رائعة. يريها بعدها أحد الأشياء ويعرض عليها أن تأخذه. نراها بعدها تنضاف لها أذن وذيل لكنهما يحترقان في الوقت ذاته. يرمي عليها هيروكي الماء لتنطفئ النيران. يقول لها هيروكي لا تقلقي، النيران لا تسبب ضررا جسديا وأيضا ليست فقط أغراضا ميزو هي التي تحترق، حتى الأشياء التي تصنعها بقوة الخاصة. تقول لها نوزومي إذن هي ليست الفاعلة.
تخبره إذن هل هذه قاعدة أخرى لهذا العالم؟ يقول لها إنه لا يزال هناك العديد من العوامل الغير محددة، ويقول لها يجدر بميزوهو أيضا أن تعرف أنها ليست المذنبة. بعد مدة نرى ميزوهو وهي تنادي على قطها الضائع والذي يسمى تورا، وبعدها تقول أنها لن يستطيع العيش بدونها إن ضاع. فجاء ينكسر عليها زجاج النافذة لنعرف أن الفاعل هم مجموعة طلاب. نرى الدم يخرج من رأسها وتنزف بشدة. تتذكر ما قال لها هوشي على أنه عليها أن تعتذر لهم، وأيضا فهم سيسامحونها. تقول مع نفسها بغضب أي ذلك. فبينما تبكي نرى أكواما من الأموال تسقط من السماء. يعطي البطل الأموال لصديقه لكنها تحترق في الحال وتلتصق النيران في الجميع. أثناء ذلك يعم الحريق الجزيرة كلها. بينما كانت تلك الفتاة تقول أن ميزوهو هي السبب، يشرح لها هيروكا السبب ويقول يجب علينا أن نفعل شيئا في الوقت الحاضر. بعد لحظات نرى قط ميزوهو الضائع عند البطل. تخبره نوزومي هل بدأت تعتني بالقط أم ماذا؟ هل هذا هو النغر الذي أعرفه؟ يقول لها إن شك الجميع بميزوهو هو خطأي. تجيبه بينما تلعب بالقط لنذهب لرؤية ميزوهو. إذن يقول لها كيف ذلك؟ تجيبه لنرقد. بعد مدة نرى ميزوهو تتجه نحو تل ضخم يحترق، بينما تقول كلهم مخادعون. يصل عندها البطل ونوزومي. يقف البطل أمامها ويقول شك الجميع بك كان بسببي لأنني لم أستطع إبقاء فمي الكبير مطبقا. تجيبه ببرود عاجل أم آجل. كانوا يشكوا يتأسف لها البطل كثيرا. بعدها يخرج البطل قطها ترقد إليه. تمسك الفتاة بالقط بشدة وتحضنه. تقول لها نوزومي إلى متى ستظلين عابسة هكذا؟ أنت لست من تحرق الأشياء. تجيبها ميزوهي بغضب أنا أعرف، لكن حتى مع معرفتي بهذا لم يكن بمقدوري فعل أي شيء. بعد مدة نرى أساكازي وهيروكي والجميع فاقدين الأمل وهم يمشون على الجزيرة. لتنتقل الأحداث عند الثلاثة. تقول نوزومي لا يمكننا العيش هنا من الآن فصاعدا. فجأة تعود الجزيرة لشكلها الطبيعي من جديد مع طلوع الشمس. يبتسم الثلاثة. يستغرب الجميع من ذلك بينما هم متحمسون. بعد مدة نرى ميزوهو تشرح لهم أنها لم تكن السبب ولكنها هي من جعلت السماء تمطر مهلا لكي تحرق الجزيرة. يتفاجأ الجميع لكنها تعتذر مرة أخرى. بعدها ذهب ميزوهو يقول لهم هيروكي لنراجع ما حدث. يقول لهم إذا أخذتم شيئا بدون مقابل في الجزيرة فإنه يحترق. يعطي مثلا ويأخذ نظارات هايتو ويضعها لتحترق. بعدها يقول لهم يجب علينا تقبل ذلك الآن. سأعلن على تطبيق ثوري جديد عملة هيو. يصفق له الجميع ويقول لهم إنه نظام نقدي إلكتروني يستخدم الإنترنت والذي يسمح لنا بفتح محفظة نقدية وإدارة المعاملات المالية، وبها لن ننتهك قواعد الجزيرة وسنتمكن من تبادل البضائع من غير أن تحترق. بعد مدة نرى البطل مستلق على الأرض للمرة المليون. تعطيه ميزوهي بعدها قبعة ينظران إلى القط. تشكره ميزوهي على ذلك ويكمل علينا الاتفاق على سعرها. تجيب أنها مكافأة. بعد ذلك تنتقل الأحداث عند أساكازي فيقول لهم ماذا سنفعل الآن؟ يتنهد هيروكي. تنطق بعدها نوزومي وتقول أنها ترى المخرج. ينصدم الاثنان وتكمل مكان عودتنا وتكمل أنه بعيد الآن. تقول البوصلة هي قدرتي. بعد مدة نرى البطل ونوزومي وأساكازي في دورة المياه. ينظر الجميع إلى المجارير. يستغرب البطل. فجأة ترميه نوزومي داخل المجارير. يخرج البطل في مكان غريب عبارة عن مياه حمراء في كل مكان. بعد لحظات تمسك نوزومي يده وترفعه. لاحقا نرى هيروكي الذي اسمه في الأصل هاجاديني. طبعا لأن هذا الاسم غريب غيرناها لهيروكي. يسأل هيروكي الآخرين عن كيف كان ذلك العالم. تجيبه نوزومي بحماس كان ليكون وضعنا صعب لولا وجود أساكازي معنا. يمر الأخير ويقول إن ذلك لا يهم. ترد عليه نوزومي أنت مرة أخرى تتصرف بلا مبالاة. بعد ذلك يوصل هيروكي أحد الأدوات بجهاز ضخم التي تعتبر فقط خارطة أو شيء آخر. يقول نوزومي لهيروكي إن ناغارا وجد مدخلا لعالم آخر اليوم. بينما ينظر له الجميع يقول نعم المصادفات قد تحدث أحيانا. بعد لحظات يقول هيروكي أنه أعد تقريرا عن قوة نوزومي. يقول لقد حاولنا مرات عديدة لكننا لم ننجح. ذاك الموقع الذي حددته لنا البوصلة الخاصة بها كأننا لا يمكننا بلوغه. يقول أساكازي هل ذلك الضوء موجود أساسا أم لا؟ ترد عليه نوزومي قائلة لا تقلقوا أنا متأكدة من هذا
يقول أساكازي وهو يرفع يده للسماء: لكن هو هذا العالم بالضبط؟ من منحنا هذه القوة؟ بعد مدة نرى جسدا أسودا كأنه لشخص ما، ولكنه متجمد. بعد لحظات من رؤية ذلك يحدث اجتماع بين الجميع. ولما حدث لصديقه مورياما يقول أي نظريات حول القاعدة الجديدة لهذا العالم. رفع أحد الطلاب يده ليقول: قد لا يكون لهذا علاقة بالأمر، لكن أيوناما قد فقد قبل حوالي أسبوع وهو أيضا طالب من صفهم. أثناء كلامهم تدخل ميزوهو بشكل غير مبال، تقول لها ماتشي: ألا بأس أن تساعدي في الأمور؟ تقبل ميزوهو العرض، لكن بشرط أن تأخذ معها مساعد. وطبعا من؟ البطل. بعد مدة داخل أعماق الجزيرة عند مورياما الشخص الذي تجمد، بدأت نوزومي تقترب من جسد مورياما، لكنها لم تعرف شيئا سوى بعض الجمل التي كان يرددها والتي كانت كالتالي: لدي اليوم بس حي لألعب. طبعا كان يعيدها مرارا وتكرارا. تنصدم ميزوهو من ذلك. لحظات يذهبون لرؤية الآخر الذي يسمى يوناما، وكان حتى هو يردد عبارات غريبة تخص بعض التمارين الرياضية. يجلس الاثنان بعدها. يقول ميزوهو بصوت عال: لقد فهمت الأمر، نقاط التشابه بينهم. يسألها البطل عن ما هو لتجيبه أن كلاهما شخصان لا يلحظ أحد وجودهما من عدمه، أي أنهما منسيين. تكمل وتقول: لن يكون بمقدورنا فعل شيء ما لم نكتشف أولا سبب الجمود هذا. بعد مدة نرى الثنائي تخبر ميزوهو البطل أنها هي القائدة ويجب أن يتبعها بسبب أنه مجرد مساعد. تعطيه بعدها علبة طعام يوهم البطل بإخراج المال، لكنها تخبره أنها مكافأة. بعد مدة بدأت ميزوهو والبطل استجواب كل من له علاقة بالاثنان الجامدين. بعد مدة بينما كانا يمشيان على الساحل يسأل ناغارا ميزوهو عن القطط وهل كلهم لها؟ ترد عليه بأن القطط ليست لها بل لجدتي. تخبره بعدها أنها كانت تمتلك هذه القوة حتى قبل أن تنجرف إلى هذا العالم. تقول له أن يحفظ سرها. ننتقل بعدها للمشهد تجمدت بنفس حالة الاثنين السابقين. ننتقل بعدها لعالم أينشتاين. القصة: هيروكي يخبر أساكازي أنه بسبب عدم وجود ناغارا لم يجد أي عالم جديد من 3 أيام. على ذكر بطلنا، نرى هو وميزوهو يعدان العشاء. طبعا البطل: أكل مجاني. تضرب بعدها ماشي الطاولة بينما تقول: كفاك سخفا، هذا ليس وقت اللعب. بينما كان كابو يضحك تقول لها إن عدد الضحايا يزداد. لتسألها إن كانت هناك أي نتيجة. يشرح بعدها لهم البطل كل ما توصلوا إليه، ولربما هي قوة شخص آخر. بعد مدة نراهم عند هايان يعطيهم دفترا متواجدا فيه قدرات بعض الأشخاص الذين يعرفوهم لكنهم لا يجدون أي تطابق. ينزل أساكازي فجأة من السماء يحييهم، يقول لناغارا أنهم لا يحتاجونه بعد الآن. نرى البطل عليه نظرات محبطة. بعد مدة تنظر إليه ميزوهو لترن هواتفهما فجأة يجد شخصا آخر متجمد. كانت هذه صاعقة بالنسبة لهم. أثناء تواجد البطل ويميزوهو عند الشخص المتجمد تعاتب ميزوهو البطل، تقول له: لما سكت لذلك الوقت أساكازي؟ كان يجب عليك أن ترد عليه أو تضربه. حتى يقول لها البطل: ألن تسكتي؟ يكمل: أنا لن أهزمه. بينما كان يتكلمان يطوي الزمكان ليلف البطل العالم كأنه ستار. يجدان نفسهما عند أحد الطلاب المفقودين والذين كانوا متجمدين. قل ذلك الشخص: من الرائع أن تكون شخصا موهوبا، لكن من السوف أن يقودوك كيفما يريدون. يسأله البطل عن كيفية وصوله إلى هنا، لكن الآخر يرد بأنه لا يعرف. بعد ذلك يزورون جميع الأشخاص الآخرين. بعد مدة يعودون للمكان المعتاد. يشرح البطل لهم كل ما حدث. تغضب ماتشي تقول لهم ميزوهو أن يطلبوا المساعدة من أساكازي ليخرجهم بالقوة بعد كلام لا معنى له وبسبب أنانية ميزوهو الغير مفهومة. تغضب من البطل وتتركه. بعد مدة نرى البطل عند نوزومي وهيروكي. تسأل نوزومي البطل عن ما بال وجهه العابس. هذا تكمل كلامها وتقول: أساكازي فقد كان غيرا منك، أيضا فإنه كثير اللغو فهو لا يمكنه أن يجيد شيئا بمفرده. تسألها الاثنان عن إلى أي مدى وصلت القضية ليخبرهم بكل ما حدث. بعد مدة نرى شخصا ما يرمي بهاتفه. نعرف أنها ميزوهو وهي غاضبة الآن بسبب أن البطل فضلها لتقود
ويقول بعدها: ربما أنا أيضا تماديت. بعد مدة طويلة نرى البطل مرة أخرى مع ميزوهو، وهما يفعلان أشياء غريبة وغير مفهومة، لأن قواعد العالم غير مفهومة من البداية. بعدها نرى نوزومي وهيروكي يشاهدان جبلا ضخما أصبح أسودا. تصيح بعدها نوزومي وتقول: لربما لنغر قوة القفز إلى عالم آخر. بعد هذا نرى هوشي يقول: منقذ، من هذا الذي يتكلم؟ بعد مدة نرى البطل نغر البطل. طبعا لا تسألوني ماذا يفعل قرد هناك أو هنا، إذا كان أصلا قردا أو غوريلا. فجأة يتغير المكان مرة أخرى، يرجع لمكانهم الأصلي. يتعجب الجميع. تنظر نوزومي بعدها للبطل وفي عينيها كأنها فهمت معنى قوته. بعد مدة نرى ساكازي والبطل في أحد الأكشاك. طبعا هما أنشأ قرية مصغرة بسبب أن عليهم العمل لكي يكون كل شيء جيدا ولا يحترق كما يعرفون في السابق. يقول ساكازي الديار، يقول له البطل: لست متيقنا من أنها قوتي. ويقول له ساكازي: أنت عديم الفائدة حقا. ترد عليه موزوهي وتقول: كان ذلك عالمنا حقا؟ تجيب نوزومي: أنا حقا لا أدري. وسألت البطل إن كان يمكنهم إعادة الأمر عملكم. يسرع ساكازي في إكمال طعامه. بعدها يذهب ولا يحبط كابو ليقول لهم بعد لحظات ربما أنه لا زال غاضبا مني رغم أنني طلبت منه أن يسامحني عدة مرات. تسأله نيزومو وتقول: هل عملك هو حمل الأغراض؟ يجيبها حسنا: أنا لا أملك أي قدرة مميزة، لا داعي أن تعرفيها. يسأل بعدها نغرة إن كان سيساعده في تدريبه على البيسبول في الغد. نراهم في ملعب الذي يشيده كابو بينما يتدرب ويلعب الجميع أثناء ذلك. بدأ كابو بالتحدث حول بطولة قرد ما أو شيء من هذا القبيل. فجأة الفتاتان لمعت عيناهما وبدتا في قول أنهما يريدان رؤية القردة في أسرع وقت. بعد مدة يذهبان لاستعارة مصباح من أحد الطلاب يقودهم لمكان القردة. طبعا لا تسألني كيف لمصباح أن يريك القردة، كما قلت سابقا هذا الأنمي فاق حدود المنطقية، لكنه رافض واشترط عليهم أولا أن يربحوه في مسابقة البيسبول. يوافق الجميع. لاحقا نرى البطل يتدرب مع كابو، يخبره ميزوهو نوزومي أن عليه الفوز. يرد عليهم البطل: كيف لذلك وهو محترف في ذلك؟ يقول له كابو: فقط حاول، أنت لا تعرف ماذا سيحدث داخل المباراة. يقول له ميزوهو من الجهة الأخرى: أمن بنفسك أيها الوغد. بعد مدة نرى هيروكي وساكازي. يسأل هيروكي ساكازي عن لماذا لم يشارك معهم في تلك المسابقة، ليرد عليه قائلا: أنا لست مهتما برؤية القردة. فإن هناك ذلك الشخص أن يقصر كابو فهو يكن له ضغينة بسبب ضربه أول حلقة. رد عليه هيروكي: أنا متحمس لمعرفة المصباح. صباح اليوم التالي بدأت المسابقة، وأول من تقدم لصد الضربة كانت هي ميزوهو، لكنها خسرت. تبعتها بعدها نوزومي لكنها تخطئ في صد الضربة لتمنح فرصة أخرى، لكنها تفشل في المحاولة التالية. في النهاية يدخل بطلنا، لكنه عندما بدأت المباراة لم يتحرك قط. خرج في الجولة الأولى والثانية، استجمع شجاعته في الضربة الأخيرة كي يصدها، لكن في النهاية كما هو متوقع لم يتمكن من صدها. يثني عليه الجميع رغم ذلك. تقول ميزوهو له: لا، لم نرى القردة. بعد مدة نرى الجميع في الساحل. يقف يوسو ويقول لهم: بوسع نغر نقلنا إلى عالمنا بقدرة التنقل خاصته. يقول له: افعلها. بعدها يغلق البطل عينيه. فجأة ينتقل بين عوالم غريبة. بعد لحظات يقول لهم البطل: أنا لا يمكننا التنقل إلى المكان الذي يريده. بعد ذلك يقول هيروكي: إذا اتضح الأمر، نغر يمكنه فقط التنقل بين عوالم هذا العالم فقط. فجأة يلاحظون شخصا غريبا يخرج من البحر. ينتقل الجميع بدهشة: المعلمة آكي. وهنا تنتهي حكايتنا، نلقاكم في حلقة قادمة، وداعا.